محمد باقر الفالي. اكو مدينة في البرتغال. البرتقال غير البرتقال الذي نعرفه نحن يا اخوان. البرتقال جمهورية البرتقال. نعم. اسم المدينة فاطمة. فاطمة اسم المدينة فاطمة. احفظوها يا اخوان، لما تروحون البرتقال ان شاء الله اركب التاكسي يقول له I want فاطمة سيتي. اسم في هذه المدينة قبل 90 سنة ثلاثة يعني 2 خوات واخ. من كثر الكذب ما يعرفهم 2 ولا 3. يلا بابا كذب. 3 اطفال. طلعوا، كانت قرية صغيرة. نعم. وما كان اسمها فاطمة، اسمها غير شيء. ايوه. طلعوا من هذه القرية راحوا يلعبون، واذا بهم رأوا شبح من النور. اطفال رأوا الشبح، راحوا يركضون بيتهم، رجعوا بيتهم ركض شبح بعد. يا هالة طلع لهم شبح، يعني شيء طبيعي. شبح من النور بصورة امرأة، ولكن هاي المرأة محجبة وفيها نور. صلوات على محمد. امرأة محجبة وفيها نور. قالوا لها منو انتي؟ قالت انا ابنة النبي. نعم. اسمك؟ قالت اسمي فاطمة، ما قالت نبي الاسلام. خلي يكون واضح. خلي يكون واضح، الرجل واضح بالكلام، دققوا النظر يا اخوان. قالت انا اسمي فاطمة بنت بروفيت محمد. فاطمة بنت بروفيت محمد. فاطمة الزهراء تتكلم انجليزي مع البرتغال. نقول بروفيت محمد بنت بروفيت. اللهم صل على محمد. صلوا على محمد. صلوا على محمد يا موالين. صلوا على محمد. طيب المسيحيين يذكروها. اخواننا المسيحيين يذكروها. اخواننا المسيحيين يذكروها. اذكر لكم هاي رواية مسيحية الان. قالت انا فاطمة. نعم. بنت النبي. نعم. قولوا لاهل القرية اقل خلي يعملون بالمعاصي. نعم. وصت اليهال الصغار ان يبلغون اهل القرية يخففون شوية من المعاصي. يلا يا بابا. هاي قضايا المسيحيين يذكروها. امود اذكر لكم هاي رواية مسيحية الان. خلي يعملون بالمعاصي اقل. قللون. يشربون الخمر اقل شوية. يشربون الخمر اقل. فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها تحلل شرب القليل من الخمر، يعني وليس الكثير، يعني نصف بطل كافي. المعاصي كثرت، الزنا كثر، خلي يقللون الزنا. خلي يقللون الزنا، خلي يقللونه شوية، يعني يخفون شوية. هاي العلامة. نعم. رجعوا الاطفال القرية. رجعوا المساكين اطفال القرية راح يبلغون الرسالة. قالوا هاي القديسة فاطمة. الآن فاطمة أصبحت قديسة. يا فاضح المجوس، قديسة فاطمة. قالت أنا راح أجي وآخذ واحد من عندكم بهاي العلامة، صيروا خوش أوادم. في نفس المنطقة اللي ظهرت هاي القديسة. نعم. بنوا كنيسة. نعم، في نفس المنطقة بنوا كنيسة. ما أدري هل كانت فاطمة رضي الله عنها وارضاها نصرانية مسيحية يعني؟ كنيسة ضخمة. كنيسة القديسة فاطمة. نعم. اسم القرية بدلوها الى مدينة فاطمة. نعم. وان شاء الله اذا رحتوا الى البرتغال روحوا شوفوا. في تاريخ 13/5 بالسنة الميلادية. من كل سنة مو يزورون، يحجون الى هذه المنطقة في البرتغال. نعم. الان اصبح للرافضة مكان للحج غير بيت الله تعالى، كما هو الان الحج الى قم والى النجف والى كربلاء، اصبح الى كنيسة القديسة فاطمة. طبعا حتى البابا والماما كانوا يحجون لهذه الكنيسة. صلوات على محمد. يعني اكبر شخصية مسيحية المرجع الاعلى مالهم. المرجع الاعلى. انا قلت يمكن يقول السستاني ولا شيء، يقول البابا، المرجع على البابا. انا قلت يمكن السستاني. يروحوا ويمشون على ركابهم. حتى يعني يا اخوان حتى يضحك عليهم يا اخوان، على اساس بالنجف كربلاء يزحفون القبور، يقول يمشون على ركابهم هناك بالكنيسة، يمشون على ركابهم. النصارى يمشون. البرتقال حتى البابا. نعم. يعني اكبر شخصية مسيحية المرجع الاعلى مالهم يروحوا ويمشون على ركابهم. نعم. وبيدهم السبح، سبحنا احنا سبح العربية، بيدهم السبح، يذكرون ذكر خاص ويروحون وحج. وهناك هاي مدينة فاطمة ورا هاي القضية صار لها حج الان مئات الالوف. نعم. الان اصبح لها حجاج كنيسة فاطمة القديسة فاطمة عفوا.
صلوا على محمد، صلوا على محمد يا مواليد، صلوا على محمد. الآن الدنيا والعجيب يروحون من مكان أقدام هذه القديسة فاطمة. نعم، الآن سنكتشف اكتشاف جديد أن هناك تربة برتغالية تنافس التربة الكربلائية. هم يقولون القديسة فاطمة من محل تراب أقدام القديسة فاطمة يأخذون العجائب والغرائب. يأخذون العجائب والغرائب والحوائج. والحوائج ايش كبرها بحلجة. اسمع اسمع اسمع، طاحت عمامته لما قالها. محل تراب أقدام القديسة فاطمة يأخذون العجائب والغرائب. نعم. والحوائج. والحوائج والحوائج في البرتقال في مدينة فاطمة. روح بعينك شوف. نعم. بدأتكم قضية تاريخية، لا إنما أنا قضية على أرض الواقع. نعم، أرض الواقع. أرض الواقع، كلم الواقع. الفالي ما يتكلم إلا من الواقع يا شباب. صلوات على محمد وآل محمد.